السلام عليكم. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا في قناتي شهوات أم ريتاج. اليوم غنقترح عليكم السفرجل اللي هو الوقت ديالو عفوا دابا. غادي نحضروا به شي طويجين، علاش لا. عندي اللحم، الكمية اختيارية. عندي زيت، عندي القرفة، عندي المطحونة، وعندي عواد، وعندي الملح، عندي الكركم، عندي كذلك زنجبيل، عندي الفلفل الأسود. غادي ندوزو نردو اللحم ديالنا في الكوكوط ونضيفو ليه التوابل، ومن بعد عاد نوريكم الطريقة ديالي في السفرجل. وضعت اللحم في طنجرة الضغط. الكمية طبعا اختيارية على حسب الأفراد الأسرة اللي عندكم. وضعت البصل اللي مقطع رقيق، غادي نضيف ليه الكركم، غادي نضيف ليه كذلك زنجبيل، و غادي نضيف ليه الفلفل الأسود. طبعا القرفة كتعطيه واحد النسمة زوينة. اللحم ديالنا اللي غنكونوا انا كنديرها حتى بالنسبه لاي حاجه، بالنسبه ملي كنكون ندير اللحم بالبرقوق، اللحم بالزبيب، ولا الدجاج بالزبيب. المهم كنضيف القرفه كتعطي نسمه زوينه. غادي نضيف كذلك الملح، وغادي نضيف مزيج اولا خليط بين زيت النباتيه وزيت الزيتون. غادي نضيفو المعدنوس كذلك. يعني هاد الطويجين كيجي زوين. الرجوع الحاجه تقليديه. السفرجل انا من عشاق السفرجل، كيجي زوين، كيجي معسل. كيف ما كتشوفوا معايا، ها هو اللحم ديالي بعد ما تشرب التوابل، و كيف ما كتلاحظوا معايا قليته. غادي نضيف ليه عويد ديال القرفه، وغادي طبعا غادي نروي بالماء الساخن. كيجي كيخلي اللحم ديالنا يطيب، ما كيخليهش يقصاح. كيف ما كتلاحظوا معايا غنغطي اللحم ديالي، وغادي نسدو الكوكوط وندوزو نشوفوا الطريقه ديال السفرجل. كاين جوج طرق. كاين اللي كينقي حتى هاد القشره الفوقانيه، انا ما نقيتهاش خليتها. وكاين اللي يعني طريقه الطهي، كاين اللي كيبخروا وكاين اللي كيسلقوا. انا كنفضل انني نبخرو، كيبقاو فيه داك الفوائد ديالو. يعني غتحاولوا انكم تحيدوه كيكون شويه قاصح، ولكن غتعطيوه الخاطر. غتحيدوه غادي نقطعوه النصفين، ومن بعد كنعاود نحيد ليه داك القلب اللي فيه، وكنوضعو في الماء. كيف ما كتلاحظوا الطريقه جد سهله. غتحاولوا انكم كيكون شويه قاصح السفرجل، ولكن غادي نحاولوا بحال هكا غير بشويه، وغادي نقيوه. طريقه كيف ما وريتكم سهله. انا من قبل غسلته من الفوق مزيان، غسلته بالماء وحطيته يستقطر. عاد كندوز لهاد المرحله ديال كنقيه. كيف ما كتشوفوا ها هي السفرجله ديالي، وكنبقى على هاد الطريقه، نفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال السفرجل اللي عندي. وبالنسبه للتبخار ما كياخذش بزاف ديال الوقت، يعني تقدروا الا كانت عندكم كميه كثيره تحيدوها وتبخروا الكميه يعني كامله بعد ما تنقيوه، وتوضعوه في بلاستيك ديال الكونجيلاتور ولا بواطات على حسب شنو عندكم، وكتحتفظوا به في المجمد، يعني ما كاينش مشكل. كيف ما كتشوفوا معايا
كنحاول انني نحيد ليه داك البذور ديالو اللي لداخل القلب ديالو. يعني طريقه سهله ومبسطه. كنحاول نقربكم مزيان من الطريقه ديال التنظيف ديالو. وهاد الوصفه كتجي زوينه، كتجي فعلا، يعني خاصكم تجربوها. والموسم دابا ديال السفرجل موجود تبارك الله، علاش لا. كاين طبعا الطريقه تختلف. مهم نتمنى تعجبكم الطريقه ديالي ونكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم باش تعمل فائده. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وتشاركوا معايا في القناه. اللي مازال ما اشتركش معايا يشارك معايا وفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. وبالنسبه للناس اللي مشاركين معايا نتمنى انكم تفرجوا في الفيديو وديروا لايك وديروا تعليق زوين. كيف ما كتلاحظوا جبت الكسكاس ديالي اللي غنوضع فيه السفرجل ديالي. ها نتوما كتشوفوا هذا الان بعد ما تبخر، كتشوفوا ها هو كيجي على هذا الشكل هذا. كتلاحظوا معايا الان ها هو اللحم ديالي بعد ما طاب. كتشوفوا المريقه واقفه. هنا غادي ندوز نعسلو. طريقه التعسال كلشي كيعرفها. يعني كنوضع مقلاة كنوضع فيها قليل من القرفه، سكر، حبيبات، والقليل من داك المرق ديالنا، وكنعسلو فيه السفرجل ديالنا، وكنحطو الطبيصيل ديالنا. كيجي على هذا الشكل السفرجل، كيجي فعلا رائع، كيجي معسل، كيجي بنين. ما نعاودش لكم على المذاق ديالو. كتجي مريقه واقفه. خاصكم ولا بد تجربوا هاد الطريقه ديالي في السفرجل. فعلا يستحق انكم تتفرجوا وتجربوه. وبالصحه والراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله.